أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال ماركو ميلي اليوم الأحد بالرباط أن المغرب شريك وحليف كبير للولايات المتحدة وبلد مستقر للغاية في قارة ومنطقة تحتاج إلى الاستقرار. جاء ذلك في تصريح أدلى به لوسائل الإعلام عقب مباحثات أجراها مع كل من الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف اللودي والمفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية. وأوضح الجنرال ميلي أن الولايات المتحدة تعتبر المغرب شريكاً وحليفاً كبيراً ليس فقط في المنطقة بل على مستوى القارة الإفريقية بأكملها، مشيراً في هذا الصدد إلى أن المملكة كانت أول بلد يعترف باستقلال بلاده. وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية متانة العلاقات التي تجمع بين البلدين منذ أزيد من قرنين، معرباً عن رغبة واشنطن في تعميقها وتوسيعها.